ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طريقه الليمون المعصفر. يعني بشكل حلو وخفيف وجميل، وزي ما انتم شايفين كده. وهتاكلي منه بسرعه جدا، في اقل من اسبوع، يعني مش هياخد وقت معاكي خالص في التخليل. ايه رايكم في المنظر الحلو ده؟ حاجه تحفه. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. احنا معانا 2 كيلو ليمون، من اي طبعا ليمونه جامده الصفرة كده اهي. ومعانا ربع كيلو فلفل، ده الفلفل ده بتاع التخليل، مش اي فلفل بتجيبيه، هو الفلفل ده بتاع التخليل. ومعانا العصفر بتاعه، يعني مش هنجيب كتير لان طبعا هما 2 كيلو مش هياخدوا معاكي كتير قوي. وحبة البركة. ومعانا اهو 5 6 فلفل كده مضروبين في الكب. ومعانا معلقتين ملح، دول بتوع الحشو. بصي، هنفتح الليمون كده مع بعضه 4/4 كده الليمونة اهو، علشان بس لما نيجي نحط الحشو تعرفي تحطيه في الليمونة كويس. تفتحيها قبل الاخر كده بشوية. بتفتحي كل الليمون اللي معاكي 4/4 كده اهو زي ما انتوا شايفين. ومعانا حلة على النار، هنحط فيها كل الليمون اللي احنا فتحناه دون، وهنسيبه يغلي غلوتين 3، مش هنحطه على النار كتير. مش هتخليه على النار كتير لان هو اساسا متفتح فهو مش مستحمل. اهو بصي، يعني يا دوبك غلوة، وهنطلع الليمون كده معانا في حاجة عندك وتسيبيه يبرد خالص اهو. ما بسيبوش على النار خالص كتير. والمية دي طبعا احنا مش هنرميها لان دي اللي هسقي بيها الليمون اهو. هسيب المية تبرد والليمون يبرد معانا خالص اهو كده برد. هنبتدي دلوقتي نعمل الحشوة بتاعته. هنحط معلقتين ملح، ومعلقتين حبة البركة، ومعلقتين معاكي من العصفر اهو، معلقتين عصفر. هنخلط كل الخليط ده مع بعضه، الفلفل الاحمر والملح وحبة البركة والعصفر. هنعملهم كويس كده مع بعض، نخلطهم كلهم كويس كده ببعض. وهنبتدي نحشي كل الليمون اللي احنا سلقناه مع بعض وسبناه يبرد اهو. هتمسكي واحدة واحدة وتحشيها بكل الخليط ده. حاولي ما تفتحيش الليمونة قوي منك وترصيها في البرطمان. هنرص في البرطمان واحدة واحدة كده اهو. واحدة كمان اهي. بتحشي الليمون كده من جوه كويس وتحطيه في البرطمان. بترصي اول طبقة كده، وتحطي طبعا طبقة من الفلفل اللي احنا الاخضر اللي احنا جايبينه زي ما هو، ما بتفتحوش ولا بنسلقه ولا اي حاجة، بتحطيه اخضر زي ما هو كده. هنحط طبقة ليمون وطبقة من الفلفل، طبقة ليمون وطبقة من الفلفل، لغاية لما هتخلصي كل الكمية اللي معاكي اهو. وتحاولي طبعا تحطي الفلفل كده بشكل حلو في البرطمان، توقفيه في البرطمان من جوه كده بيبقى شكله حلو جدا في المنظر بتاعه. وادي الخلطة دي اتبقت معانا طبعا ما برمهاش، بحطها على وش البرطمان اهو. كده خلصنا كل الكمية اللي معانا. دي بقى المية اللي احنا سيبناها نبرد اللي سلقنا فيها الليمون. كل كوباية مية قلنا هتحطي عليها معلقة ملح كبيرة من بتاعة الاكل، وهتقلبيهم كلهم كويس. ولو عايزه تدوقيه دوقيه، هتدوقي الميه على حسب الحدق معاكي. انا حطيت له معلقه ملح بردك في البرطمان لان انا ما بحبش الميه بتاعته حادقه قوي. حطيت له معلقه ملح على الوش كده. وهبتدي اسقي الليمون كله من الميه اللي احنا سلقناه فيها، مش ميه عندك من الحنفيه اهو. هتملي البرطمان لغايه الاخر خالص اهو. وعلى فكره انا مش هحط له زيت على الوش ولا اي حاجه زي الزيتون. الليمون مش هحط له اي زيت. انا سقيته من الميه اللي احنا سلقناه فيها وسبناها بردت، وحطينا لها الملح بتاعها. ودلوقتي هجيب كده كيس علشان الغطا بتاع البرطمان يبقى مقفول معاكي محكم جدا. لازم تقفلي البرطمان كويس وترجيه كده مع بعضه، عشان كل الخلطه بتاعت اللي احنا حطيناها على الوش هتترجي معاكي. وممكن تقلبي البرطمان كده لو انت حابه ان الوش ما يبقاش فيه طبقه عفونه ولا اي حاجه، لان انا ما حطيتلوش زيت. بتقلبي البرطمان وبتسيبيه زي ما انت شفتي كده. بعد اسبوع طبعا بقى بنفتح عليه، بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. منظره تحفة ولونه ذهبي زي ما انتوا شايفين، ومستوي خالص. كل ده بعد اسبوع بتاكلي منه، ما بياخدش وقت معاكي خالص، وبيبقى دايب ومهري، وجنب الاكل حاجة تحفة. بصي، مستوي لان احنا طبعا سلقينه كويس
والحشوة بتاعته دي حاجة تحفة، طعمها خطير خطير خطير. ايه رأيكم في المنظر الحلو ده؟ بصوا الحشوة بتاعته من جوه جميلة، ولا حطيت له زيت ولا اي حاجة. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة وقولوا رأيكم في التعليقات.